السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ إن شاء الله تبقوا كلكم كويسين وبخير. احنا النهاردة هنتكلم عن توبيك مهم جدا في البروجرامينج لانجوج عامة، وملهوش علاقة بالأخص في دارت، بس هو مهم لكل البروجرامينج لانجوج. يعني ايه ران تايم، ويعني ايه كومبايل تايم، وايه الفرق ما بينهم؟ خلينا نبدأ الأول بيعني ايه كومبايل تايم. خلينا نقرا الديفينيشن وبعد كده نبدأ نشوف بإكزامبل عشان الموضوع يثبت في دماغكم. أول حاجة، سيبنا من دي بس كده دلوقتي. تمام، نبدأ نشوف الكومبايل تايم ده بيحصل امتى؟ بيحصل لما السورس كود ده الكود اللي انا بكتبه خلاص is translated to machine code zeros ones. مين اللي بيعمل الترانسليشن ده؟ الكومبايلر. خلاص. طيب الكومبايلر ده بيعمل ايه؟ بيتشيك على syntax error, type correctness and some semantic issues in the code. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه compile time؟ خلينا نيجي هنا ونبدأ نشوف. انا عندي اول حاجة ان انا كتبت كده int x equal 5 وعملت سيميكون. خلاص. ايه اللي بيحصل اول ما ادوس على البوتون ده؟ البوتون ده بالنسبه لي هو اسمه الران بوتون. خلاص، بس هو ملوش دعوه باسمه، بس هو عامه اسمه ران بوتون. ران بوتون ده بقول له روح بقى ايه، تشيك على الكود اللي انا كتبته ده ونفذه. روح تشيك على الكود ونفذه. كلام واضح. طيب بيتشيك على الكود ازاي؟ بيتشيك على الكود اول حاجه هل السنتكس بتاعه صح ولا لا. انا عارف ان في دارت دايما لازم تنتهي اي سنتكس تنتهي بسيمي كولن. طيب بدأت أتشيك على السنتكس. طيب هتشيك مثلا على التايب. طيب انت مديني الاكس دي التايب انت. خلاص، هل الفاليو تايب بتاعها انت؟ ماليش دعوه الفاليو ايه بالظبط، بس هل الفاليو تايب بتاعها انت؟ انت. طيب تمام، يبقى التايب تمام صح. خلاص، ببدأ اتشيك على بعض الحاجات من الرولز بتاعت البروجرامينج لانجويج بتاعتي. طيب الوقت اللي انا بتشيك فيه ده على الحاجات اللي من الرولز دي اسمه ايه؟ اسمه كومبايل تايم. ده معنى كلمة كومبايل تايم. انا اول ما هروح هنا هيبدأ يروح الاول يتشيك. تمام. الرولز الأساسية دي موجودة ولا لأ. طب تشيك ولقى إن الرولز الأساسية موجودة، يروح فين؟ يروح يعمل رن. يعني إيه يروح يعمل رن؟ يروح يعمل execute. خلاص، يروح ينفذ البروجرام بتاعه. يروح يدي الإكس بقى الفاليو بتاعتها اللي هي 5. خلاص. لو أنا طالبة مثلا أحسب رقمين بلس بعض، يروح ينفذهم، يعملهم بلس بعض كده. تمام. يبقى أول حاجة، نرجع بقى تاني كده. أول حاجة لما بدوس على البوتون بتاع الرن يروح يعمل كومبايل. ده بقى الكومبايل تايم. يروح يعمل كومبايل يعني ايه؟ يروح يتشيك كل حاجه تمام ولا لا، السنتكس تمام ولا لا، التايب تمام ولا لا، كده الحاجات الرولز البديهيه بتاعت البروجرامينج لانجوج دي. طب تشيك ان كل حاجه تمام، يروح يعمل ايه؟ رن. يعني ايه يعمل رن؟ يروح ينفذ بقى. يروح ينفذ ان خلاص تمام. اطبع لي. تمام، ادي للفاريبل الفاليو بتاعه تمام، اعمل الايكويشن دي كده. طيب نفهم من كده ايه؟ ان لو الكومبايل لقى ان في حاجه مش تمام، زي مثلا السنتكس مش تمام، انت ناسي سيمي كولن، السنتكس مش تمام، يبقى ساعتها مش هيروح يعمل ران اصلا، مش هيروح ينفذ اي حاجه، لا هيعمل برنت ولا هيروح يعمل الايكويشن ولا هيدي الفاريبل الفاليو بتاعه، مش هيعمل اي حاجه. خلاص، لانه خلاص واقف هنا في الكومبايل، هو واقف هنا. خلاص، انت عندك مشكله لازم تحلها. طيب تعالوا، في حاجه لفتت انتباهكم ايه. انا دلوقتي شلت السيمي كولن دي، لقيت ان عامل لي احمر، مع ان انا ما دوستش على الران بوتن. انا ما دوستش عليه لسه عشان نبقى في الكومبايل تايم، فانت تقول لي ان لا ده هنا ناسي سيمي كولون، وفعلا لما وقفت هنا لقيتني ناسي سيمي كولون. ليه بقى ده؟ في الاندرويد ستوديو وفي فيجوال ستوديو خلاص بيبقى فيه حاجه اسمها اناليسيس. خلاص، الاناليسيس دي بتعمل ايه؟ بيبقى عندها زي ان هي بتعرف الرولز بتاعت البروجرامينج لانجوج اللي انا شغاله عليها، وبعد ما تعرف الرولز بتاعتها تبقى ايه، متابعاك طول ما انت بتكتب كده، تنبهك ان لا الكومبايلر احتمال يقف هنا، الكومبايلر اكيد هيقف هنا عشان انت مش حاطط سيمي كولون، الكومبايلر يقف هنا عشان انت حاطط التايب غلط كده. مجرد زي برين كده سريع شغال معاك طول ما انت بتكتب، ينبهك ان في ايه، مشكله هنا. تمام. انما انا لحد دلوقتي مش في الكومبايل تايم، طول ما انا بكتب لحد دلوقتي انا مش في الكومبايل تايم. انا ببقى في الكومبايل تايم اول ما اجي اعمل رن. طيب عايزاكم تشوفوا ان انا فعلا طالما في الكومبايل تايم انا مش هنفذ. فخليني قبل الانت اكس ايكوال 5 كده اعمل كده برنت، سوري، واعمل برنت مثلا هلو. الطبيعي واللي انا شرحته ان انا دلوقتي ناسيه السيمي كولون دي، وتبقى هو مديني فعلا ايرور، علشان زي ما قلنا في اناليسز موجوده في اندرويد ستوديو عشان احنا شغالين عليه، في اناليسز موجوده برين كده سريع بيقول لي ان لا خد بالك هنا في مشكله. حلتها انت حر، ما حلتهاش خلاص، انت اول ما تعمل رن الكومبايلر كده كده هيبعت لك ان في مشكله. تمام. طيب معنى ان انا في بدايتي موجوده في الكومبايلر ده معناه ان عمره ما هيبرنت هلو. انا مش هيبرنت هلو غير لما اروح للرن، ده معناه ان الكومبايلر شاف ان مفيش مشكله. فتعالى نعمل ران كده ونشوف.
بصوا، هل طبع هنا هلو؟ ما طبعش هلو، يبقى هو في الكومبايل تايم، والكومبايل تايم اداني كومبايل تايم ايرور، ان انا اكسبكتد ان انت تحط السيمي كولون بعد الخمسه. اول ما احط السيمي كولون خلاص وادوس هنا، اول ما اجي ادوس الكومبايلر هيروح يتشيك تمام تمام انت الاكس انت وحطيت سيمي كولون تمام، لقيت ان كل حاجه تمام، اروح بقى للران تايم. اول ما اجي اروح للران تايم هلاقي ايه بقى؟ طبعت لي فعلا هلو. فهمنا الفكره دي، ان انا ما بروحش للران تايم، ما بروحش انفذ الكود بتاعي الا لما اكون عديت من الكومبايل، الا لما اكون عديت من الكومبايل تايم. الكومبايل تايم قال لي ان تمام مفيش اي كومبايل تايم ايرورز، وانت خلاص دلوقتي روح للران تايم وابدا نفذ. تمام. فهمنا يعني ايه كومبايل تايم، وفهمنا امتى بيحصل، وفهمنا هو بيراجع على ايه، بيراجع على البديهيات الاساسيات. تمام. في syntax error موجود، في type موجود. جيت انا هنا رحت جايه حطيت الاكس، قلت له الاكس ايكوال مثلا اي حاجه string. خلاص احنا فهمنا ان اللي طالع لي ده طالع لي بسبب الاناليسيز اللي موجود في اندرويد ستوديو. جيت عملت كده هنا، الكومبايلر راح قال ده برنت، مش هنفذ حاجه دلوقتي، الاكس ب5 اوكي. لا هنا نقف هنا بقى، هنا a value of type string cannot be assigned to a variable of type n. خلاص رجع لي ان لا في مشكله، مش هننفع نروح ننفذ اي حاجه طالما في مشكله. بما اني قلت هننفذ يبقى احنا فين؟ في الران تايم. يبقى كده نيجي نروح لمين؟ للران تايم، ونفهم يعني ايه ران تايم. الران تايم بتحصل امتى؟ لما الكومبايلد كود خلاص executed by processor. دلوقتي الكومبايل تايم لما بدأت فيه راح رايح زي ما اتفقنا اخد السورس كود اللي انا حطيته ده كده، حوله لمين؟ لماشين كود. مين اللي عمل كده؟ عمل كده الكومبايلر. خلاص. طيب لقى ان كل حاجه تمام تمام وسليمه، راح رايح عامل ايه؟ راح رايح واخد بقى، وداني الران تايم، راح الران تايم واخد الكومبايلد كود ده اللي الكومبايلر خلاص خلصه، اخده وراح رايح عامل له اكسكيوشن، يعني رايح ينفذ بقى الكومبايلد كود ده عن طريق مين؟ البروسيسور بقى يروح ينفذ. طيب طب انا ممكن لما اجي انفذ تحصل لي بعض المشاكل وانا بنفذ، مش وانا بقى بتشيك، لا انا وانا بنفذ تحصل لي بعض المشاكل. طيب نعرف ازاي؟ خلينا نشوف، نسيب برنت هلو دي زي ما هي. كان عندنا هنا مثلا string name equal true، تمام لحد كده تمام، وحطينا سيمي كون. واجي هنا اقول له برنت النيم مثلا انا عايزه اطبع في اندكس 6. خدوا بالكم احنا هنا عارفين كلنا اللي ماشي برنت هلو اوكي، وهنا النيم بشرو اوكي، بس احنا عارفين من الفيديو بتاع السترنج ان انا اندكس 6 هنا انا اخري اندكس 5 وده هيطبع لي كي، انما اندكس 6 لا مش موجود، فده هيديني ايرور. خلاص. طيب تعالوا نبدا ونشوف بقى، هل الايرور هيظهر لي في الران تايم ولا الايرور هيظهر لي في الكومبايل تايم؟ لقيته ايه؟ طبع هلو بعد كده طبع ان في ايرور. يعني ايه بقى؟ معنى انه طبع هلو ده معناه انه عامل اكسكيوشن، راح ينفذ البرنت. يبقى معنى ان هو نفذ، مش بس بيراجع على الاساسيات، لا هو نفذ، يبقى انا في الران تايم. يبقى الايرور اللي ظهر ده اسمه ران تايم ايرور. ايرور ما تعرفش غير لما بدات اعمل ران، ما بدات غير لما بدات انفذ اصلا. تمام. فلقيت ايه؟ طبع لي هلو اوكي، راح رايح شايف النيم تمام، بس لما راح شاف الست قال لي لا، هنا unhandled exception not in inclusive range، الرينج بتاعي من 0 ل 5 وانت كاتب لي ايه 6. تمام. فهمنا يعني ايه ران تايم ايرور؟ ايرور بيحصل بس لما اعدي من الكومبايل تايم خلاص، واجي بقى في الران تايم وانا بنفذ لا اكتشفت ان في مشكله، فرحت بعت لك ان في مشكله. فهمنا الران تايم وفهمنا الكومبايل تايم، امتى الكومبايل تايم بيحصل وامتى الران تايم بيحصل. الران تايم بيحصل بعد الكومبايل تايم لما يبقى كل حاجه سليمه في الكومبايل تايم. تمام. طيب هنا نيجي نقرا شويه. الران تايم ايرور خلاص بتحصل امتى؟ during program execution، لما باجي انفذ البروجرام خلاص، ممكن تبقى فيها exception وممكن تبقى فيها memory leaks وممكن تبقى logical errors. الاكسبشنز احنا هنشوفها اكتر قدام، بس احنا شفنا مثلا اكسبشن من اللي احنا شفناه دلوقتي ان الرينج من 0 ل 5 وانت حاطط لي 6، والميموري ليكس هنشوفها قدام، واللوجيكال ايرورز مثلا ان انا جيت هنا تمام عرفت مثلا انت السم equal 10، خلاص بدل ما اكتب بلس مثلا كتبت 5 ماينس سوري، كتبت 5 وعندي عملت برنت خلاص وقلت له برنت السم، جيت وعملت رن تمام، هو عدى من الكومبايل وبقى راح للرن وبدأ ينفذ زائد 5. انا المتوقعه مين؟ متوقعه ان يطلع لي 15، انا عامله صم يعني المفروض اللي يطلع لي 15. يبقى هنا في لوجيكال ايرور، لوجيكلي الموضوع مش صح، بروجرامينج
كبروجرامنج عادي الموضوع صح عادي، والران تايم تمام اشتغل وما ضربنيش ايرور ولا اي حاجه، بس لوجيكلي مش صح. انا هنا كان قصدي اعمل بلس، يبقى ساعتها هراجع الكود بتاعي خلاص واظبط الاوبريتور اللي انا حاطاه. تمام كده فهمنا ايه الفرق ما بين الران تايم والكومبايل تايم والران تايم ايرور والكومبايل تايم ايرور. اتمنى تبقى واضحه، اتمنى ما يبقاش فيها مشكله. ان شاء الله المره الجايه هنعتمد على الجزء ده، فلو في حاجه مش واضحه اتمنى تقولوا لي. وبس كده، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.